مفيش شك، اللي يتوه ياما يشوف وياما يتعلم وياما يستكشف في الاسكندريه. وطبعا بيبقى فيه مشكله ومعضله كبيره جدا لما انت بتسافر من محافظه لمحافظه تانية، هي مشكله السكن. هعمل ايه واروح فين وابات فين؟ فطبعا يعني الاسعار بقت توجع الودان الفتره دي، خاصه لما تيجي بقى تقول انا هاخد شقه مجهزه بتطل على البحر، فبتبقى الاسعار فلكيه خاصه في فصل الصيف. انا النهارده موجود في نادي الكشافه البحريه في الاسكندريه في منطقه بحري. انا هفرجك على الاطلاله بتاعته. لو انت حابب انت تخش وتقعد تقضي يومك كله في قلب النادي ب 25 جنيه طول ايام الاسبوع، يوم في الاجازات بتبقى التذكره ب 30 جنيه. طب انا ماليش دعوه، انا عايز بقى سرير انام فيه. السرير ب 100 جنيه، السرير ب 100 جنيه. وفعليا يعني انت مش على البحر، انت في قلب البحر. هفرجكم على الاوض اللي موجوده هنا. وطبعا تخش هنا بتلاقي قدامك ايه؟ احلى اطلاله على بحر اسكندريه. منطقه بحري، القلعه هناك اهي، و مكتبه الاسكندريه. طبعا كافيه ممتع ممتاز موجود. تعالوا بقى ايه نكمل بسرعه جدا، نفرجكم على ارخص سكن او بيات في الاسكندريه. بس عشان تيجي هنا لازم تتصل وتنسق قبلها فتره عشان يقدروا ان هم يوفروا لك، لان المكان كله فيه حوالي 80 سرير. فطبعا مع ضغط الموسم وكده بيبقى صعب جدا ان هو يعني برضه لازم ان انت قبل ما تيجي تبقى انت عامل كل احتياطاتك ومبلغهم وباعت برضه صورة بطاقتك. طيب في طبعا اكتر من نموذج، ولكن النموذج اللي دايما يعني بيبقى موجود هو النموذج اللي انا هوري لحضراتكم. طبعا بصوا دي كلها غرف، وكل غرفة فيها عدد من السراير. بصوا طيب 1 2 3 4 5 6 تمام اهم موجودين هنا اهو. انت حرفيا هتبقى انت قاعد في قلب الغرفة، الحمام بره، وده طبعا 6 دولاب، وكمان بحر اسكندرية قدامك على طول. انت فعليا قاعد هنا في قلب بحر اسكندرية. مكتبة اسكندرية اهي على مرمى عينك، والناحية التانية كنت وريتك قلعة قايتباي، وكمان تنفع انك تصطاد، وفي فعاليات كتير جدا داخل المكان الجميل ده. بجد يا جماعة المصيف النهاردة بقى صعب. لو انت حابب انك تيجي السكن النهاردة قدرنا ان احنا نوفره لك ونقول لك ان في سكن ده مخصص للشباب فقط او فئة الشباب بقى، يعني برضه عشان انت لو هتيجي مثلا مجموعة بنات او فتيات تتصل وتنسق عشان يبقى فيه موجود فتيات معاها. لان الحاجة بس اللي انا شايفها ان الحمامات خارجية، يعني انت الاوض اهي الحمامات هنا، فطبعا تبقى ايه حمامات خارجية. خلاص اطلالة روعة على بحر اسكندرية.